استلمت نتيجة التراكمي واتفاجئت إنه أعلى من المتوقع. والتزم بالأكل والدواء ومع ذلك مش بينزل. قبل ما تلوم نفسك، في 5 أسباب ممكن تكون هي السبب الحقيقي ومش كلها ليها علاقة بالأكل أو الحلويات زي ما احنا فاكرين. أول سبب نقص الحديد. الغريب إن نقص الحديد أحيانا بيخلي تحليل السكر التراكمي يطلع أعلى من الحقيقة، وده لأن نقص الحديد بيأثر على كرات الدم الحمراء اللي بيعتمد عليها التحليل ده. عشان كده لو التراكم مش متوافق مع قراءاتك بتاع السكر اليومية، بنحتاج نراجع صورة الدم كمان. السبب التاني بعض الأدوية. في أدوية ممكن ترفع السكر في الدم كأثر جانبي زي بعض أنواع الكورتيزون. ولو لاحظت حاجة زي كده وارتفاع مفاجئ في السكر أو التراكمي بعد بدء دواء معين، مهم جدا ترجع للدكتور بتاعك تشوف معاه الحل. وطبعا ما توقفش أي دواء من نفسك غير لما ترجع له. السبب الثالث التوتر أو الضغط. التوتر والضغط المزمن اللي احنا عايشين فيه بيخلي الجسم يفرز هرمونات زي الكورتيزول والادرينالين. الهرمونات دي بترفع السكر بشكل متكرر حتى لو انت اكلك منتظم. مع الوقت ده ينعكس على التراكمي بتاعك. السبب الرابع قلة النوم. النوم غير الكافي او المتقطع بيأثر على حساسية الجسم للانسولين، وكمان بيزود افراز هرمونات ترفع السكر في الدم. عشان كده ساعات كل بيقول تحسين النوم بيكون جزء مهم من تحسين السكر في الدم. السبب الخامس قلة الحركة. ممكن تكون ملتزم بالاكل والدواء، طب الحركه اليوميه اخبارها ايه؟ قليله. النشاط البدني بيساعد الجسم يستخدم السكر بكفاءه اكبر، وكمان بيحسن حساسيه الانسولين. وعشان كده قله الحركه بتخلي التراكمي اعلى واكتر من اللي انت متوقعه. الخلاصه اللي انا عايزه اقولها لك، لو التراكمي عندك اعلى من اللي انت بتتوقعه، او يعني هي ستك اليوميه حاجه والتوقع ده حاجه والتراكمي ده حاجه تانية، ما تفرضش ان المشكله في الاكل بس. هتراجع صوره الدم ومستوى الحديد مستوى الحديد، تعمل التحاليل، الادويه اللي بتستخدمها ايه، التوتر عامل ايه، عدد ساعات النوم ايه، النشاط بتاعك، التحكم في السكر اكبر بكتير من الاكل بس. اكتبوا لي في التعليقات بقى، هل مره لقيتوا التراكمي اعلى من المتوقع رغم انكم ملتزمين؟ ولو استفدت من الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه وفعل الجرس عشان الفيديوهات الجايه هتساعدك تفهم قراءات السكر والتحاليل بطريقه بسيطه وعلميه، وتساعدك تاخد قرارات افضل لصحتك ان شاء الله.